السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي متابعي قناة يمنية دي جي. يسرني اليوم أن أكون معكم في مقطع جديد. أسرار كنوز جبل العود في اليمن وعلاقة تمثال أبو الهول اليمني بالمصري، وأحجية عجز عن حلها الخبراء. جبل العود في اليمن لا يزال لغزا يخشى الناس الاقتراب منه أو البحث حتى عن خيوط تقربهم من ملامح ذلك الشيء الغامض. لا يزال تمثال أبو الهول في جبل العود حاملا تاج الملك على رأسه بانتظار آخر التبابعة، أو ربما فرعون جديد يسلمه الأمانة التي حارب من أجل الحفاظ عليها قرونا من الزمن. هنا اختلطت الحقيقة بالأسطورة، أو ربما الحقيقة صارت أسطورة نتيجة لتباعد الزمن وانسدال ستائر كلامية وأخرى ترابية كثيفة على ما تبقى من حصون وقلاع مستوطنات ذلك الجبل بعد أن حلت به كارثة عجز الخبراء والمؤرخين عن كشف نوعها وظروف حدوثها. في منتصف الجبل جملة ترحيبية، نقش حميري بخط المسند كتب على أحد الصخور المطلة على طريق ضيق جدا هو الوحيد المؤدي إلى القمة من الجهة الغربية، حيث يقول بعض الخبراء في المسند أن هذه الجملة تقول: هذا هو التحسيس النقيل، ما يزال يحمل نفس الاسم التحسيس. في أعلى الجبل سور عملاق يقف في وجه كل من تجاوز تلك العقبة، يقول بلغة حميرية فصيحة: أنت في جبل الكنوز. خلف هذا السور يرقد التاريخ بصمت منذ آلاف السنين، تاركا للناس الحديث. واحدة من الأحجيات التي يتذكرها سكان منطقة جبل العود تحكي عن كنز أو لقية مدفونة بهذا الجبل، تقول: هي بذي عنتر أو بذي جنتر أو بذي فوقها أو بذي تحتها أو بشق الجبل ذي مجاور لها. المغير من مصر يلاقي ملان كفيه. هذه الأماكن التي تذكرها الأحجية تقع في جبل العود، لكن السكان يجهلون مواقعها، فالجبل كبير والأحجية نصف مكان الكنز، ولأن الكنز كبير جدا فإن الأحجية تقول: عند اكتشاف الكنز ووصول الخبر إلى مصر فإن الذي سيأتي من هناك سيصل ويجد ما يغنيه. أيضا اختيار مصر لم يكن هكذا عبثا أو لأنها بعيدة، بل لا بد أن له علاقة وثيقة بالتاريخ. فمن بين الآثار التي اكتشفت في جبل العود تمثال مصقر لأبو الهول المصري مضاف إليه تاج يحمله على رأسه، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الآثار ذات الطابع المصري وعليها نقوش حميرية، وهذا يدل أنه كان لهذه الحضارة علاقة قوية مع الحضارة الفرعونية في مصر. أشياء أخرى تشعر بأنها ترغب في الحديث إليك: مرابط الخيول التي لا تزال كما هي، قواعد الأعمدة المنتشرة عند كل مدخل، الأحواض الحجرية المستطيلة المثبتة في الأرض سميكة الجدران، الأحواض المربعة رقيقة الجدران، كل ذلك يريد أن يفصح بأن ثمة حضارة عريقة كانت هنا. تقول البعثة الألمانية التي تنقب هناك أنها لن تنتهي من التنقيب إلا بعد 20 عاما. جبل العود في اليمن كنوز ضخمة تم اكتشافها وأخرى تنتظر، وأسئلة ما زالت تبحث عن إجابة شافية. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا يا غالين الاشتراك في القناة، وفي حال أعجبكم المقطع عمل إعجاب وتعليق لتعم الفائدة للجميع، ودمتم في رعاية الله.